متفق مع اللعيبه طبعا ان هنلعب في وسط جمهورنا. اكيد طبعا اللعيبه كان يعني عايز اقول متشوقين جدا يلعبوا قدام الجمهور. بقى لهم فتره طويله جدا بيلعبوا بدون جمهور، او حتى الجمهور اللي كان بيجي الجونه كان عدده قليل جدا، لا يتناسب مع ان فريق النادي الاهلي بيلعب فاينل افريقيا. بصراحه الجمهور كان عند حسن ظن اللعيبه، عند حسن ظن المنظومه كلها، لان فعلا عملوا يوم جميل جدا. كانوا بيساندوا الفرقه، على طول بيشجعوا الفرقه خلال 90 دقيقه وما قبل 90 دقيقه كمان. كان كلامي مع اللعيبه ان احنا طالما بنلعب في ملعبنا وسط جمهورنا لازم نضغط عليهم من فوق شويه. ده برده ما يهملش الجانب الدفاعي، لابد ان احنا كان كلامنا معاهم ان لازم يبقى فيه واجبات دفاعيه، تامين دفاعي كويس، لان الفرقه دي بتقدر تجيب اجوان بره ملعبها، وكلنا شفنا ازاي خرجت الترجي وخرجت فرق كبيره جدا تكسب بره ملعبها وجوه ملعبها. يعني عندهم استطاعه او عندهم القدره ان هم يجيبوا اجوان بره ملعبهم. ومن هنا كانت خطوره المباراه ان لازم نلعب بتوازن، ما نلعبش هجوم بس وبعد كده تفاجئ بمفاجاه غير ساره على ملعبك. الحكم صفر او ابتدينا المباراه كنا في اجواء المباراه ذات نفسها. في بعض الفترات طبعا نتيجه وجود الجمهور ونتيجه التشجيع المستمر بتشعر في بعض الاوقات ان انت بتطمع في المباراه، ودي كانت تعليمات طبعا على طول ان احنا خلينا في التنظيم بتاعنا، خلينا على الحاجات النقط اللي احنا متفقين عليها. طبعا كان تعليماتنا بين الشوطين ان احنا لابد نلعب بتأمين كويس قوي، لكن يبقى في ضغط هجومي عليهم. طبعا الحمد لله بعد ما احرزنا الهدف بتاع ابو تريكه، طبعا كان يعني عايز اقول كان مهم جدا ان احنا نكمل في الضغط عليهم، لان هم طبعا طبيعي جدا هيتحرروا من حته الدفاع، هيتحرروا من الواجبات الدفاعيه عشان يرجعوا للمباراه تاني. المفروض ان انا كنت ناحيه الشمال ناحيه شديد، قبل ما شديد عمل العكسيه، فانا بدات اجري على ناحيه الجون او ناحيه حارس المرمى، ففتحي هو بيشوط كنت انا على البعيده ساعتها، فبصراحه ما كنتش حاططها في المكان اللي هي راحت فيه، يعني كنت حاططها في الزاويه القريبه، بس هي نصيب وارزاق. فالحمد لله يعني كان فيها توفيق كبير يعني.